السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا يا حلوة زيتونك واجري واجمعيه وهاتيه من على الشجرة واغسليه، وهتفتحيه فتحتين من الجنب كده زي ما انتوا ما شايفين، وهنحط عليه شوية ملح وهنسيبه لمدة ليلة كاملة. وبعد كده هننزل بيه في بولة كبيرة من المية كده زي ما انتوا ما شايفين، علشان طبعا لو في مرارة في اي حاجة تنزل زي ما انتوا ما شايفين. ما شاء الله اللهم بارك، حبة زيتون زي العسل. طبعا شايفين السواد اللي نازل منه، دي المرارة بتاعت الزيتون. تمام، وده اللي احنا عايزينه. المهم نغسله غسلة وغسلتين وتلاتة لحد ما المية تبقى نضيفة كده من عليه. تمام، هنعمل احلى مخلل زيتون. ولو اول مرة تعمليه اعمليه بالطريقة دي وهتدعيلي عليها. اول حاجة هنا كده معانا 5 6 7 ليمونات كده، هنقطعهم مكعبات صغيرة زي ما انت ما شايفة. تمام، بعد كده معانا ربطة كرفس، وده بصوا لازم الإضافة دي. ليه؟ لأن بيدي لون أصفر وطعم للزيتون خطير وجميل في المخلل. تمام، هنخرطها بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين. والفلفل ده اختياري، حابة تحطيه عادي مش مشكلة، احنا كده كده شلنا المرارة اللي من الزيتون، وهيبقى المخلل على بعضيه زي العسل وانت بتاكليه. تمام، هنقطعه كده قطع بالشكل ده، ومحدش يقول لي الفلفل بتقطعيه كده هيتهري، لا، الفلفل بنحط له مكون جميع المخللات ما بيتهريش. تمام، معانا هنا جزر قطعناه قطع وفرمناه في الكبة. تمام، هنا بعد ما غسلناه ننزل بفصين توم مخرطينهم كده، وبالجزر اللي فرمناه في الكبة، وبالكرفس والليمون والفلفل. تمام، وشوية من حبة البركة. تمام، حبة البركة دي حلوة برضو جميلة. هنقلب المكونات دي كده كلها على بعضها، وهنعمل له محلول المية اللي هنحط المخلل فيه. تمام، طبعا هنا معانا بولة مليانة مية فيها حوالي 2 لتر مية. تمام، هنحط نص كوباية خل ونص كيس ملح. تمام، يعني حوالي كوباية ملح وكوباية هريسة من الشطة. تمام، طبعا الخل ده نصيحة، ما تبصوا في أي مخلل حطوه، عشان بصوا بيساعد على حفاظ المخلل، بيخليه ما بيتهريش، بيخليه المخلل بيفضل معاكي حلو على طول. تمام، ضفنا معلقة سكر. تمام، وهنا هنحط الزيتون في البرطمان زي ما انتم ما شايفين. البرطمان ده انا ما بحطش فيه الا مخلل بس، عشان المخلل ما يسودش منك ويبوظ. خصصي له كده علبة او برطمان زي ما انتم ما شايفين، كل ما اجي اخزن مخلل احط فيه المخلل بتاعي. تمام، زي ما انتم ما شايفين اللهم بارك ما شاء الله، بالشكل ده كده زي ما انتم ما شايفين. هنجيب المحلول اللي احنا عاملينه كده، وهننزل على الزيتون بالشكل ده كده زي ما انتم ما شايفين. ما شاء الله، طلع معاكي بإذن الله أجمل وأحلى زيتون. أي نوع مخلل عايزين الطريقة اكتبولي تحت في الكومنتات.